ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا بس طالع اتكلم في حاجه مضايقاني بصراحه، يعني هي حاجه مضايقاني جدا. مش ان هم كسبوا البطوله، ولا مش كسبوا الدوري خالص خالص، والله العظيم بالعكس يعني. ال- اللي هم بيقولوه وبيعملوه بعد ما كسبوا الدوري. يعني انا نفسي افهم حاجه، بس نفسي افهم حاجه. انت ليه متخيل ان انا متضايق او زعلان عشان انت خدت الدوري؟ انا مش فاهم يعني. هي بطوله عاديه. هي هي بجد بطوله عاديه، يعني لا هي بطوله عاديه جدا. والله بجد. مش هقول لك زي الناس اللي بتقول عندنا منه كتير وواخده على طول والكلام ده، لا لا لا، عادي يعني. الفكرة كلها في ان انت مش مقتنع ان انا مقتنع ان هي بطولة عادية. الفكرة كلها ان انت مش مقتنع ان انا، ولا مش فارق معايا ان انت خدت الدوري. والله ما فارق معايا ان انت خدت الدوري. انت بس شايفني دايما، شايفني دايما بص عليا دايما. يعني بص عليا كأهلاوي، كأهلي. بص عليا دايما، حتى في عز فرحتك. بص عليا دايما، معرفش ليه. تفرح يا عم، افرح. انا لسه واخد الدوري السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت اهو، يعني على طول فرحت. 10 دقايق فرحت، 10 دقايق والموضوع انتهى. افرح انت 10 ايام، افتح 10 سنين. انت حر، افرح. افرح من غير ما تبص لي. افرح من غير ما تقول ده هم زعلانين ومتضايقين وي وي وي. والله ما في الكلام ده. انا عارف ان الناس هتطلع تقول لك باين عليك، والناس هتطلع تقعد تتريق، والناس هتطلع تتكلم. والله العظيم انتوا فاهمين الدنيا غلط. بجد انتوا فاهمين غلط. الدوريات دي يا جماعة بتتلعب كل سنة واحنا بناخدها كل سنة. الموضوع بجد عادي جدا. وبعدين انت اصلا لسه خسران الكونفدرالية من اسبوع. يعني من اسبوع قبل الماتش انت خسران الكونفدرالية، اللي انت كنت رايح تلعب نهائي افريقيا ساعتها. بالنسبة لك انت، يعني بالنسبة لك انت كزملكاوي، كنت رايح تلعب نهائي افريقيا. ده نهائي افريقيا بالنسبة لك. فاهم ان انا زعلان عشان داخل العب في البطولة دي اساسا؟ انا قاعد متضايق عشان داخل العب في البطولة دي، وانت بتتريق عليا عشان داخل العب في البطوله دي اللي انت كنت تلعب النهائي بتاعها السنه دي. يعني انتوا بجد ناس غريبه جدا. والله بجد ناس غريبه. وبعدين حدوته ايه؟ يعني انا عايز افهم برضو هي ايه الحدوته. يا عم على دماغي والله حدوته، وعلى دماغي ان احنا كنا متوقعين في اول السنه ان انتوا فريق واقع وهيبقى اخر الدوري على دماغي كل ده. بس انتوا الزمالك، مش انتوا عارفين انتوا الزمالك؟ مش انتوا جيتوا في اخر ماتش قلتوا انا الزمالك وعارفين انتوا الزمالك؟ طب ما تعرفوا انتوا ان انتوا الزمالك. اعرفوا انتوا هي مش حدوته ولا مش احنا كنا واقعين اكتر من كده بكتير، بكتير في اوقات. وكنت متوقعين ان احنا مش نعمل اي حاجه، وعملنا وخدنا الدوريات وما قلناش لحدوته ولا غيره ولا. يا جماعه الموضوع عادي جدا. والله احنا في 2014 يا جماعه خدنا الدوري. خدنا الدوري كده يعني، بناس اصلا مش موجوده في الوجود. مش موجوده في سعد سمير ومحمد نجيب وباسم علي وصابر رحيل. يا جماعه احنا كان عندنا تيم ساعتها ما يقولش ان احنا مش هنشارك في اي حاجه، مش هنطلع اصلا من بطوله الدوري دي من مركز خامس ولا سادس بالتيم بتاعنا اللي كان موجود ساعتها. وخدنا الدوري لو انت فاكر، يعني لو انت فاكر لما الدوري برضو ساعتها اتلعب من مجموعه في الاخر. 4 فرق الاوائل اللي لعبوا بعض وسموحه لما جبتوا جون في نفسك. عادي، ده انا ما اتذكر، انا برضو مش متذكر قوي والله إيه اللي حصل يعني. بس ده حصل في الاخر ومحدش طلع وكسب وفرحنا شويه وخلاص والدنيا حلوه. مشكلتكوا ان انتوا باصين لنا في كل حاجه، باصين علينا قوي. مش باصين لنا في الحاجه بتاعتنا، لا، باصين علينا حتى في فرحتكوا. حتى في فرحتكوا شايفيننا دايما قدامكوا، وحاطين الاهلي اول حاجه. مش عارف ليه اول حاجه في فرحتكوا. ده انتوا شفتوا الدوري جالنا في طياره وانتوا جالكوا في نص نقل. يعني ايه؟ مش فاهم انا مش. يعني انتوا خدتوا دوري وبطوله تانية، خدتوا بطولتين في بطوله. ان انت خدتوا الدوري وخدتوا الدوري جالكوا في طياره، دي بطوله لوحدها. انا مش فاهم، انا مش فاهم والله. يعني انا مش فاهم اقول ايه ولا أعمل. ما هو احنا بنلعب 34 ماتش في الموسم بقوا 36 ولا 38 ماتش علشان خاطر اللي ياخد دوري في الاخر. بيجي له في طياره، بيجي له في تاكسي، بيجي له في حمام زاجل، بس بيجي وخلاص. فاهم؟ الموضوع يا جماعه انتوا انا مش عارف في ايه بجد. والله انا مش عارف ليه ما تفرح. ما تفرح يا عم. يا عم افرح، الموضوع بسيط. افرح من غير هري كتير.
افرح واتبسط والله انا فرحان لكم يا عم، والله فرحان لكم. انا عندي ان انتوا تاخدوا الدوري ده احسن بالنسبه لي من بيراميدز. فريق جماهيري زيكم، ليه جماهير كتير جدا جدا، في منهم المحترم كتير جدا جدا. افرحوا، حقكم تفرحوا. ايه المشكله؟ فاهم؟ انا مش هفرح عشان انت خدت الدوري، يعني مش لدرجه ان انا هفرح، لا. بس اهون عليا من فريق زي بيراميدز لسه طالع ياخد، يبدا يخش معانا في المنافسه ويبدا ياخد الدوري معانا. هيعملها في يوم من الايام، بس برضه انت اهون بكتير عليا. من ان انتوا تفرحوا دي حاجه مكسب ليا. والله مكسب ليا، انتوا بتفرحوا كل فين وفين. افرحوا انتوا، حلاوتكم ان انتوا بتعرفوا تفرحوا اكتر بكتير من ان احنا عايزين بطولات 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 بطولات، عايزين نخلص دي ونخش على اللي بعدها. انتوا بتفرحوا براحتكم، ما عارفين ان انتوا والله اعلم تاخدوا بطوله تاني امتى. متوقع يعني، من جواكم راضيين بالموضوع ده عادي، يعني متفهمين القصه. بس يعني افرح براحتك، من غير بس ما، يعني ابعد عني، ابعد عني كاهلاوي، عشان يعني ايه، مش عشان موسم وقعت فيه ودايما انت بتطلع لما انا بقع. مش عشان انت فريق جامد زي ما انت فاكر. لا، انت مش فريق جامد. انت مش فريق جامد، وكنت متوقع ان انت، لا، الاهلي لو كان كمل وما وقعش كان زماننا احنا بطل الدوري وبالراحه، لان انت وقعت ماتشات كتير قوي برضه. بس الاهلي وقع ماتشات اكتر عشان الاهلي اللي كان واقع. افتكر دايما ان انت ما بتاخدش بطوله من الاهلي او الاهلي مشارك فيها غير لما الاهلي دايما بيكون واقع. طول ما هو مش واقع، طول ما الاهلي راكب على الدوري. شكرا.